ازيكم عاملين ايه؟ في لقاء النهاردة هتكلم عن تأخر الكلام عند الأطفال، وايه هي أسباب تأخر الكلام عند الأطفال. أولا، تأخر الكلام عند الطفل. احنا عارفين ان الأطفال بتتفاوت في قدرتهم بينهم وبين بعض، فممكن نلاقي ان في اطفال بتتكلم في سن مبكر من الطفولة بتاعتهم، وفي اطفال تانية بنلاقيهم ان هم بيتأخروا في الكلام مقارنة بغيرهم من الاطفال. وبعض الحالات بيكون التأخر ده امر طبيعي ما بيبقاش محتاج للقلق، وفي احيان تانية بيكون التأخر ده ناتج عن عدم قيام الاهل ان هم يتكلموا يعني مع الطفل او يتواصلوا معاه بشكل جيد باستخدام الكلام. وفي الوقت دوت بننصح الأسرة انه لازم تتكلم كتير مع ولادها او مع الطفل، ولازم الام تبتدي بشكل مستمر انها تتكلم وتردد كلمات كتير، ومنها بيبقى فيه برامج معينة بيشتغلوا عليها علشان نزود التواصل عند الطفل يبتدي يتكلم. وفي حالات تانية بيكون التأخر فيها أمر غير طبيعي، وبنبتدي نبقى محتاجين ان احنا نتابع ونعالج ونساند الأهل علشان يبتدوا يحلوا مشكلة تأخر الكلام عند طفلهم، ويبتدي الطفل يبقى قادر انه يتكلم بشكل طبيعي. كده ببساطة ايه هو تأخر الكلام عند الطفل؟ ايه بقى اسباب تأخر الكلام عند الاطفال؟ احنا عندنا مجموعة من الاسباب اللي بتؤدي لتأخر الكلام عند الاطفال، زي مثلا الاعاقات الجسدية. لو في اعاقة جسدية بيصحبها ضعف في الفم، في اجهزة النطق زي الشفاه واللسان، بيبتدي الكلام يبقى غير واضح، وهنا بنقول انه هو بيأثر على مفهومية الكلام. لو الطفل ما عندوش مشكلة في الكلام في المخ وعمل الدماغ طبيعي، ما عندوش مشكلة مأخراه، فبالتالي لما بيجي يتكلم لو عندي أعضاء النطق فيها مشكلة أو فيها ضعف بيأثر عندي على مفهومية الكلام، فبالتالي برضو يديني الصورة الكلية ان الطفل مش قادر يتكلم او مش قادرين نفهم الكلام ايه هو. نقدر نحط تبع المشكلة دي مثلا رابط اللسان. بنعرفه ازاي؟ طبيب الأطفال بيعرفه، بيبتدي يوجه الأم على الحل بتاع رابط اللسان. تاني حاجة في مشاكل، لما يبقى في مشاكل لفظية في الفم. معظم الأطفال بيعانوا من صعوبة في الكلام بسبب إن في مشاكل في مناطق الدماغ المسؤول عن الكلام، وده بيخلي من الصعب على الطفل إن هو ينسق حركة الشفاه واللسان والفك علشان ينتج الأصوات عشان يقدر يتكلم كويس. وده طبعا بيبقى ممكن جدا يبقى فيه معاناة للأطفال دي من مشاكل تانية متعلقة في الفم زي صعوبات التغذية وغيرها. تالت حاجة عندي هي الإعاقات الذهنية والقضايا النفسية. لما بيبقى فيه إعاقة ذهنية زي التأخر العقلي وغيره بيصحبه طبعا تأخر في الكلام. صعوبات التعلم برضو بيصحبها تأخر في الكلام، وبيصحبها برضو مشاكل في الكلام وفي تطور اللغة. عندي مجموعة تانية من الأسباب هي مشاكل في السمع. لو الطفل في عنده مشكلة في السمع ده بيؤدي لتأخر الكلام، وبرضو بيؤدي لتشوه الكلام المنطوق. فلو الطفل بيعاني من مشكلة في السمع أو عايزين نتأكد إذا كان عنده مشكلة في السمع ولا لأ، بنتوجه لاختصاصي السمع، وبيبتدوا هم يكشفوا يعملوا
مقياس السمع، وبيقولوا لنا إذا كان في مشكلة في السمع ولا لأ. ولو في مشكلة طبعا هم بيتوجهوا بالمعاينات السمعية أو غيرها، وإحنا بنتوجه بالتأهيل التخاطبي. مجموعة تانية من الأسباب هي عدوى الأذن. عدوى الأذن بتبقى ممكن إنها تأثر على الكلام. أيوة، هي ممكن تأثر على الكلام، بس نخلي بالنا لو عندي عدوى في الأذن ممكن تحصل لأذن واحدة، فبالتالي يبقى في أذن تانية يقدر الطفل يسمع بيها، وبيبقى السمع فيها طبيعي، فبرضو يقدر يتكلم. بس الطفل ده برضو بيبقى عايز نوع مختلف من التأهيل ومخصص ليه على حسب حالته من التأهيل. في أسباب تانية لتأخر الكلام، زي منها حاجة اسمها التطور البطيء، وده يخص نسبة الذكاء. لو نسبة الذكاء أقل من متوسط ممكن يظهر مشكلة في الكلام بسبب إن الطفل ده بيتطور، والعمليات العقلية بتاعته بتتطور بشكل بطيء، فبالتالي بيأثر معانا على الكلام. التأخر العقلي يأثر على تأخر الكلام أو يأثر على الكلام. الحرمان الاجتماعي أو بيتقال عليه الفقر البيئي، والحقيقة دي حالات منتشرة كتير جدا جدا، حالات الفقر البيئي، وبيبقى الأهل مقصرين شوية في تغذية الطفل بالمعلومات أو الكلام معاه كتير، أو إن هم يعلوا عنده العمليات العقلية ومنها طبعا تطور الكلام عنده. مشكلة تانية زي اضطراب التوحد طبعا بتؤثر على الكلام. مشكلة تانية زي الشلل الدماغي، وطبعا الشلل الدماغي بيؤثر جدا على الكلام، والشلل الدماغي بيبقى محتاج علاج تخاطبي، بيبقى منقسم لشقين. منقسم أول شق عندي إلى علاج طبيعي تخاطبي، وهم اللي بيقوموا بيه برضو اختصاصيين الكلام أو التخاطب. بعض من التمرينات بيبتدوا يعملوها علشان خاطر يقووا أجهزة الكلام، الشفاه واللسان وكل الكلام اللي احنا كنا قايلينه قبل كده، أجهزة النطق. والجزء التاني ان هم بيعلوا العمليات المعرفية عند الطفل. بكده احنا اتكلمنا عن تأخر الكلام، واتكلمنا عن أسباب تأخر الكلام. إن شاء الله في اللقاء الجاي هنتكلم عن علاج تأخر الكلام. ما تنسوش شير وسبسكرايب ومتابعة على الفيسبوك. الصفحة بتاعتنا اسمها سمارت واي لتنمية مهارات الطفل، ودايما خليكوا فاكرين إن فيها أمل، فيها نجاح.